ايه؟ كله تمام الحمد لله. استنى احط السماعة. ماشي. وحشني. وانت كمان يا باشا. اخبارك ايه؟ الله. كله تمام. حلوة قوي المقالة بتاعتك. ربنا، المقالة انت شفت المقالة؟ خليت وليد يقراها لي يا باشا. اه. لا، خليته يتصفح لي الجورنان كده. على السريع عقبال ما اه. يوصل لي، اه. وبعدين المقالة بتاعتك خليته يقراها لي. امم. حلوة قوي يعني. بص، والله العظيم يعني الكونتنتس بتاعتها هايلة هايلة هايلة. وبأدب، يعني مش قليل الأدب على حساب. وبأدب وبكلام وبتاع. عايز اسألك سؤال بقى يا باشا. قول لي. انت ليه قاصد تقطع لي الخلف كل ما تطلع على التلفزيون؟ بص يا عمرو، ركز معايا. ركز معايا واحدة واحدة. طيب. دلوقتي احنا طالعين على أرضية إن احنا جريدة رجال أعمال. واسيبك من اشاعه اللي ممدوح اسماعيل بيمولنا والكلام اللي الناس السوق بيقوله وهو غير صحيح. ماشي، سيبك من ان احنا نطلع نقول كده. احنا متهمين بان جريده رجال اعمال، فمش هتبقى مع الناس وهتبقى مع الحزب الوطني، وخالد صلاح اصل هو معتدل، فبالتالي هم بيأهلوه علشان يطلع يبقى حاجه تانية في المستقبل، وممكن يكون الحكومه دعماه. انا النهارده ما اقدرش اروح في صف الاخوان، ولا اقدر اروح في صف اي تيار معارض تاني. وانا على الهوا النهارده اتكلمت عن حزب الوفد كويس، وقلت ده حزب انا شخصيا بحبه. اتكلمت عن النصريين وقلت ان انا كنت حاضر مؤتمرهم، وكان لازم اختم بطريقه تبين ان انا مش مع الدوله، مش مع الحكومه، لان الجورنال لما يتوصل انه مع الحكومه يبقى في خطوره شديده جدا عليه. فانا بعمل ايه دلوقتي؟ كل شويه عمال اضرب والاقي اضرب والاقي. يعني انا طول القعده عمال اقول ايه؟ الاستاذ جمال مبارك، الاستاذ جمال مبارك عنده مشروع، الاستاذ جمال مبارك فيه مشروع في الحزب، سواء نزل كذا او نزل كذا. لازم الناس تحس بشويه شجاعه في شخص رئيس التحرير، ما يبقاش رئيس ايوه بس. التحرير. آه، بس آه، متفق معاك، بس عايز اقول لك على حاجه يا باشا. مم. يعني ايه؟ يعني يعني في حته انت حتى كنت ظبطتها ورجعت خلفتها تاني لما قلت هو مؤهل، ورجعت قلت يعني هو في المنصب. يعني فاهم اقصد ايه؟ مم. يعني اللي هو يعني مش هينزل عشان هو مؤهل على قد ما هينزل عشان هو في المنصب، فاهم؟ انا بقول هو في موقع المسؤوليه، في موقع اه. المسؤوليه. يعني هو كمان ماشي. في موقع طب دين المسؤوليه. دين يعني مش لاقي غير ايمن نور، بختار لك اي حد يناظر اي حد تاني يا سيدي. خد بالك من حاجه. طب يعني اديني، فاهم. لو انا قلت اي حاجه تانية، انا كنت قبلها بدقيقتين شاتم في الوفد، ها، وبقول ان الوفد بتراشقه بالرصاص مع انه حزب كبير. يعني لازم شويه كده، خد بالك ده مش اخر لقاء تلفزيوني، لازم نضرب في حته ونلاقي في حته يا عمرو، ايوه بس علشان اعمل الناس لك ما. مم. اعمل لك رصيد معاهم. يعني بص، خلي ايه، يعني انا يعني بنتناقش مع بعض، فاهم اقصد ايه؟ اه. عشان يعني نقدر فاهم، يعني عارف لما تبقى بتدردش في موضوع. مم. فاهم؟ يعني يعني اعمل رصيد واعمل اللي انت عايزه بعد كده، فاهم اقصد ايه؟ الرصيد اللي لازم يتعمل دلوقتي يا عمرو هو الرصيد في الشارع. الشارع لازم يحس ان الجورنان ده مش جورنان سهل، ولا جورنان ممكن يكون بيجامل الحكومه في شيء يا اكتر. حبيبي، ما الجورنال النهارده، وانت النهارده ما انت مثلا يعني طالع مش طالع هادي برضه، فاهم اقصد ايه؟ بس ما فيش مشكله فيه، ما فيش محاذير فيه كانت، فاهم مم. اقصد ايه؟ مم. انا بكلمك على يعني في حاجات انت بتقولها ما يعني فاهم اقصد ايه؟ انا فاهمك كويس، بس اصل خلي بالك هو ده مخه صغير يعني. انا بدعوك انك ما تقلقش، صدقني ما تقلقش، صدقني ما تقلقش. انت لو شفت النهارده هالة مصطفى عامله ايه في المصري اليوم، يعني في المصري اليوم في حوار لهالة مصطفى شتم فيه جمال شخصيا. يعني مين قال الوضع. مصطفى دي؟ هالة مصطفى دي كانت في امانه السياسات وكانت من المقربين جدا لجمال. طبعا النهارده اه. شتمان. انت النهارده بتقول انا قدامي من هنا لحد خمس ست اعداد مراهن على الشارع، ان الشارع يحس ان الجورنان ده بتاعه، وانه مش جورنان رجال اعمال، وانه مش جورنان مشبوه، وانه مش جورنان متمول من مش عارف منين. لازم الناس تاخد المسج ده بكل الطرق، بس في نفس الوقت تيجي تبص العدد، تلاقي العدد فيه، انت لما تشوف صاعدون وهبطون، عندي وزراء يا راجل محييهم، وعندي ناس في التانية محييهم. وبعدين خد بالك يا عمرو، انا برضو في ناس بيتصلوا بيا من الكبار، من الكبار قوي، يعني من اللي. ايوه انا فاهم، ما ده اللي انا عايزك تعيشني معاك في الصوره فيه بقى، فاهم لا، قصدي عايز ايه؟ اقول لك ان بص، يعني يعني بمنتهى الامانه،
اهم وافضل مؤسسه وانظف مؤسسه واشرف مؤسسه واخلص مؤسسه في مصر، مبسوطه من الجورنال ومبسوطه مننا. مش هقول لك اكتر من كده. طب ما توضح لي ايه مين؟ اهم واشرف واخلص ولخبطتني. يعني آه، اكتب لي، طب مش لازم تقول. لا، ما انا بقول لك يعني انا بقول لك حطها على التشات كده، وبعدين ما تقولش اسمي وانا ما بقولش اسمك. عشان حتى اللي بيسمع ما يبقاش عارف احنا بنقول ايه. إيه يا عم ده، انا مش عارف اقرا الحته دي. اكتبها طب بالانجليزي، الانجليزي العربي ده، عشان انا مش عارف اقرا. اه خلاص. اوكي اوكي. في افضل من دول. لا مفيش، بس خلي بالك ان الصغير دماغه صغيره، فاهم؟ وانت اكيد عارف الكلام ده. بعد الاصدار ولا قبل؟ ها، بعد ولا قبل؟ طب هايل. بص، يعني انا ما بعتقدش ان في طبعا. خليني اقول لك ثانيه واحده. انا ما عنديش شك في ذكائك، بس انت بتلاقيني في الفتره دي بنسال كتير ليه؟ اه لا، وانا ما خلي بالك انا ما بتكلمش، يعني فاهم اقصد إيه؟ ولا حتى بابا. لا لا خالص. بص، مش عايز اقول لك ان الدوائر بس ما انت خلي بالك لازم تفهمني الخيوط ماشيه ازاي، فاهم اقصد ايه؟ عشان ابقى فاهم، يعني فاهم اقصد ايه؟ بص، هما يعني في ناس محترمين جدا 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 وشايفين ان احنا سواء من شغلنا على الانترنت او من اللي طلع في العدد الاول، ان احنا ماشيين في خط وطني محترم، ان مصر هي الاساس. احنا ما عندناش اي موقف داخلي يضر بلدنا ولا يضر سياسات بلدنا، بل على العكس. يعني الكلام اللي بيتقال في كل الدوائر المحترمه في البلد ان احنا ما بنزعلش من النقد طالما النقد ده نقد بناء، وطالما ودي اساس. وطالما ليه اساس، وطالما بيهم مصلحه البلد. وخد بالك بقى، انا لما بيجي حد مثلا يكلمني من امن الدوله ولا من الحزب ولا من اي حد كبير تاني، بقول لهم كلمه واحده: ادوني فرصه. انا مع النظام، وانا مع الدوله دي، وانا مع ان النظام ده يبقى، وانا شايف ان الحزب الوطني، والكلام ده انا مش هجخ عليك انت يا عمرو. انا شايف انا عارف. انا شايف ان الحزب اقوى وافضل من اي حد تاني. انا بس كل الحكايه، وقلت لهم كده بوضوح، قلت لهم ادوني فرصه اظبط وضعي في السوق. انا معايا ناس مساهمين ودافعين فلوس دم قلبهم. ما ينفعش ان انا اطلع اقول لهم معلش ما وزعناش الا 3000 نسخه، ما ولا وزعنا زي روز اليوسف. ما اقدرش. احنا عايزين نظبط في السوق. ربنا يكرمنا يا رب، ربنا يكرمنا يا رب، ونظبط في السوق على معدلات كويسه تليق بالسنه الاولى. يعني ما نبتديش من لا عايزين مش عايزين نسمع 8 و9 و10 والكلام ده. احنا عايزين نبقى فوق ال 15، فوق ال 20 على الاقل في السنه الاولى. هو اول عدد راح منه كام؟ بص، اتوزع منه كام؟ احنا كنا طابعين 50، اتوزع 32. طب ده هايل. طب طبعا بالنسبه يعني حتى بتوع التوزيع في الاهرام قالوا لنا ما فيش اي عدد بيعمل كده في الاول. بس طبعا انا بقى ما برضاش من قلبي، ما برضاش يا عمرو. ليه؟ لان انا بقول لا ده تحت تاثير ان في سمعه كويسه من الموقع، وتحت تاثير حمله الدعايه. فاحنا المطالب مننا ان احنا نحافظ على ان ال 32 دول احتمال ينقصوا العدد الجاي، وده طبيعي. فنفقد مثلا كام؟ نفقد قول 8، قول 6، لكن ما نفقدش 10 و15. فاهم طب قصدي؟ انا عايز اقول لك، عارف، انا عايز اقول لك في 3 اسباب برضه عشان تبقى واضح للحساسيه اللي عندنا. مم. تمام. 1، جهلنا بالمهنه. مم. مم. 2، موضوعنا اللي انت عارفه. تمام. تمام. 3، الموضوع اللي جاي لي فيه امين. تمام. فاهم اقصد ايه؟
تمام. الموضوع اللي جاي لي فيه امين ده عشان ايه؟ حتى للي بيدعبس ما يعرفش يلاقي. تمام. تمام. فهمتني انا اقصد ايه؟ فاهمك فاهم فاهم. فاهم اقصد ايه؟ بس مم. هما دول ايه؟ الثلاث مواضيع اللي مخلين الواحد ايه؟ مم. بيروش، بيسأل، بيبقى عايز يتكلم معاك، يعرف ايه اللي بيدور. فاهم اقصد ايه؟ تمام. تمام. اما النفس انا بطمنك ان النفس طويل. مم. فاهم؟ طول ما ايه؟ طول ما جالناش لمبة حمراء. فاهم اقصد ايه؟ الو. الو. مش سامعك، لا. الو. انا سامعك. انا كده سامعك. اه. واحده من الحاجات اللي انت هتشوفها في العدد الثاني، ان انا لا الراجل الكبير ولا اللي تحت منه موجودين اصلا في العدد، مش موجودين هايل. وده ولا صفحه ولا صفحه. والشغل كله ماشي في سكه ثانيه خالص، ملوش اي علاقه بيهم. لان انا بقول، والمسج بتاعي انا حتى في الموضوع اللي انا كاتبه عن الحزب مش كاتب اسماء، لا كاتب صفوت شريف ولا كاتب، مش كاتب اي حد. لا، وكاتب رسالة منطقية جدا يا جماعة، ده حلم جميل بس اعملوه صح. بالظبط كده، بالظبط كده. which is which is حاجة لوجيك. فاهم اقصد ايه؟ انا بحط رجل في حته والرجل الثانيه في حته ثانيه، بس كده هو ده طلبي. ومش هاخد في الموضوع ده الا 5 6 اعداد، صدقني. بعد كده هظبط على التراك اللي انا عايزه. النهارده المصري اليوم ما حدش فيهم بيشتم لا هنا ولا هنا. ليه؟ لانه واخدين كريدت في السوق. انا محتاج الكريدت ده الاول وبعدين العب زي ما انا عايز. النهارده مثلا هقول لك على حاجه من الحاجات الجميله. انت عندك مثلا احنا مهاجمين رشيد محمد رشيد، لكن عارف مهاجمينه على لسان مين؟ على لسان محمد نصير، اللي هو واحد من اهم رجال الاعمال في مصر ومقرب من دوائر السلطه، وبيهاجم رشيد. فانا مش ههاجم لله في لله، انا هلعب في منطقه اني اعمل حاجه في حته، يعني اضرب في حته والاقي في حته، اضرب في حته والاقي في حته، لحد ما الجورنال ده يبقى ليه مصداقيه عند الناس. اول ما يبقى ليه مصداقيه عند الناس نعمل اللي احنا عايزينه بس. قضية أيمن، قضية أيمن خد بالك، هي قضية جماهيرية. أنا عارف إن أيمن في جزء نصب كبير، أنا عارف ده كويس جدا. بالظبط. يعني فاهم اقصد، يعني راجل نصاب اساسا. يعني حقيقي انسى أنا القضيه اللي راح فيها. يعني مش ده السبب. لكن ما يمنعش ان انا متعاطف مع انه نفسي يخرج كبني ادم، لكن مش دي يعني فاهم اقصد ايه. لكن ما عنديش استعداد ان اضرب دماغي نفسي في الحيط نظير واحد اساسا تاريخه مش نظيف اساسا، ولا يعني فاهم اقصد ايه. يعني مش عايز اخش في معارك تخلي حد يصغر دماغه. لا إن شاء الله مش هيحصل، مش هيحصل. لأن أنا هقول لك مثلا على حاجة لطيفة جدا. خصوصا انك لازم تتوقع حاجه، ان هتلاقي اكتر من واحد بيدعبس في اللي كان قاله حمدي رزق. امم معاك فاهم اقصد ايه؟ معاك والله، معاك. أنا دي بس اللي محتاج انا، يعني دي اللي انا بلمها في الفتره دي بقى مع ايه، مع عتريس اللي جاي لي ده. لا ان شاء الله ما تقلقش. وبقول لك ان هم يعني باين جدا في العدد الثاني ان احنا متوازنين جدا وما عندناش اي موقف تجاه حد، بل على العكس احنا شاطمين الاخوان في عدد، في مثلا صفحه او اتنين مهاجمينهم هجوم كاسح، وباين جدا ان الجورنال ضد الاخوان، وباين جدا ان الجورنال مش مع اي حد، وباين جدا ان الجورنال مش قليل الادب لان هو مش شاتم اي حد، بل على العكس بيوجه رساله شيك. وعايز اقول لك ان انا بعمل حاجات على الهوا ساعات برجع اصلحها في الظل. يعني اكلم مثلا واحد في امن الدوله اقول له مش عارف كذا، ابعت رساله للحزب الوطني، ابعت بوكيه ورد عليه دين هلال. انا عامل في الميزانيه عندي هنا مخصصات للحاجات اللي بالشكل ده، ببعت ورد، ببعت مثلا كروت معايده، ببعت مثلا اعلان حد مثلا. قول لي يا باشا، هو مش كان المفروض عز عامل معاك حوار؟ يا باشا، ما هو العدد الجاي، العدد الجاي باعت لي رد كبير. باعت لك رد كبير؟ العدد الجاي ان شاء الله، ما قدامي اهو الظرف. رد فيه هجوم على الجورنال ولا لا؟ لا خالص بالعكس. عايز اسالك سؤال تاني. انت في الاعلان كنت كاتب في المانشيت مذكرات عمرو موسى. ده في العدد الزيرو. في العدد الزيرو. ده عدد ما نزلش السوق. طب ليه؟
ما